السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أنبوشا. علم من المصادر مطلعت بأن التقني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش قد حدد قائمة المنتخب الوطني الجزائري الموسعة التي سيختار منها القائمة النهائية التي ستكون معنية بمواجهتي غينيا وأوغندا بحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. وأكدت المصادر ذاتها بأن قائمة الخضر الموسعة قد شهدت مفاجأة بوجود اسم رياض محرز نجم الأهلي السعودي، إضافة إلى يوسف بليلي الجناح مولودية الجزائر، وهما اللذان غابا عن المعسكر الأول الذي قاده بيتكوفيتش في شهر مارس الماضي. وقد أشارت ذات المصدر إلى أن بيتكوفيتش قد حدد قائمة تضم أكثر من 40 لاعب ينشطون في مختلف الدوريات العالمية، إضافة إلى عدة لاعبين من البطولة الوطنية، حيث سترسل الدعوات لكل اللاعبين المعنيين قبل تخليص القائمة إلى 25 أو 23 لاعب الذين سيشاركون فعليا في مباراتي غينيا وأوغندا.